سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم السيجار بالسبانغ والاجبان. هنا عندي السبانغ بعد ما شحرت البصله مع شويه الملح، شويه البزار، شويه الكمون، واحد تويمه بودر صافي البنات. وضفت عليها 3 البطاطات مسلوقين، طحنتهم مزيان، معكتهم مزيان وزدتهم للحشوه. وضفت عليها ثلاثه الحبات ديال الفرماج. ضفت عليها كذلك 2 معالق كبار ونص ديال من الجبن، وضفت عليهم الفرماج، وضفت عليهم موتزاريلا، وحركت مزيان حتى تعلك لي الخليط كيف ما كتشوفوا. وهنا غندوزو ان شاء الله نشكلوا السيجار ديالنا اللي جو اكثر من رائعين في المذاق البنات. هنا كنقطع ورقه البسطيله على شكل مثلث، كنهز القدر وكنحطو، يعني ندير في الراس الفوقاني ديال المثلث وكنتني، وهانتوما معايا ان شاء الله. صافي كنحاول نعمر الجناب، وكنشد داك الطريفات من التحت ديال المثلث ديال ورقه البسطيله، وكنتنيهم يكونوا مقادين مع الراس الفوقاني. وكندهن كيف ما كتشوفوا البنات، غادي ندهن بالخليط ديال الدقيق باش ما يتحلوش لينا، لانني غنديرهم غير في الفران. صافي وكنحاول انا كنتسني في السيجار ديالي، وكنعمر جنيبات، كنحاول الحشوه نجيبها للجناب. كيجيو على هاد الشكل البنات. ما تكرزوش بزاف باش ما يطرطقوش ليكم، انا راني كرزت بزاف، يعني بحال زيرت عليهم. كاين شي وحدات اللي طرطقوا ليا. على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا كنحاول نجيب الحشوه، يعني نعمر الجناب ديال السيجار ديالي. انا كنتني وكنحاول نعمر الجناب بالحشوه باش تجي السيجار يجي عامر من الجناب بجوج، ما يجيوش خاوين. كنبقى على هذه الكيفيه البنات ان شاء الله. وهانتوما معايا تنكمل الكميه اللي عندي. وبالنسبه للمبتدئات، الورقه اللي كتكون حرشه هي اللي كتكون على الوجه الفوقاني. الورقه كتكون ورقه حرشه وورقه رطبه. كنشدوا الورقه اللي تكون حرشه من الفوق، والرطبه كنديروها لتحت، لانها غتكون هي الوجه ديال السيجار ديالنا. كيجيو البنات لذاذ، وكيجي فيهم واحد المذاق رائع. وكنعرفوا السبانغ فيها فوائد كثيره للجسم. هنا راه خرجت لي تقريبا هاد الكميه اللي درتها البنات، راه خرجت لي كميه كثيره، يعني خرجت لي لاطه عامره ديال البريوه ديال عفوا ديال السيجار. ولا بغيتهم صحيين ديروهم في الفران، ما تقليوهمش في الزيت. كنحاولوا نقادوا هاد الرويسات مع الجناب باش ملي كنروليو او نتنيو هذيك الوريقه ديال البسطيله كتجينا مقاده من الجناب على هذا الشكل كيف ما كتشوف. بالنسبه للمبتدئات الملحه ما تكتروش، لان الاجبان كلها كتكون شويه مالحه. نحاولوا نديروا القياس ديالنا، ما نكتروش الملحه. اللي بقات معايا حتى لهنا ما تنسونيش البنات من لايك او البصمه ديالكم اللي كتخلي لينا اليوتيوب اقترح لينا الفيديوهات ديالنا على قنوات اخرين، فضلا منكم وليس امرنا البنات.
وما تنسونيش من الكومونتيرات اللي كيحفزونا. وبالنسبه للورقه كندهنها، كناخذ الزيت كنضيف فيه، نضيف واحد الرويس ديال التحميره، وكندهن به كيف ما كتشوفوا. كندهن به الورقات اللي استعملتهم، اللي شكلتهم، راني داهناهم من قبل غير ما ذكرتهمش معاكم. هنا كنشد الزيت ندهن ديك الورقه كلها، ما هي تعطينا اللون وتعطينا كذلك في نفس الوقت تعطينا القرمشه. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي، كنشد الزيت، درت غير الزيت البنات بدون زبده، وكندهن دوك السيجار، والفراره شاعله على 200 درجه. كندير سميتو اللاطه في الفران، يعني نار مجهده، غير كنشوفهم كيبداو يذهبوا ويبداو يشدوا في بعضياتهم، كنقص الحراره وكنخليهم يتقرمشوا على خاطرهم. بعد ما طابوا لينا البنات، جاو على هذا الشكل، جاو كيشهيو ولا في المنظر ولا في المذاق. درت عليهم شويه ديال الفرماج وضفت عليه، زينته بالقليل ديال المعدنوس. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم.